اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عاملين إيه؟ يا رب يكونوا بخير وبألف صحة وسلامة. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة أول 10 أيام بتوع ذو الحجة، طبعا احنا صايمين. كل سنة وانتم طيبين وبعود الأيام عليكم بخير يا رب. هنعمل النهاردة وصفة النهاردة بقى، وصفة من وصفات ايه العيد الكبير. طبعا غير العيد الكبير كمان وصفة متقدريش تستغني عنها على سفرتك في العزايم. بجد يا بنات، يعني حاجة كده بجد تشرفك على ايه، على سفرتك. هنعمل النهاردة عرق التربيانكو او اللحمة الباردة. خلاص زي ما انتوا شايفين كده، ده معايا العرق. فانا بنضفه طبعا، بشيل الدهن اللي عليه من فوق دوت. اللهم صل على سيدنا محمد. هنضفه كده واشيل كل الحاجة اللي عليه. و... وطبعا خليكم معايا ما تجروش الفيديو، وهقول لكم هنعمل فيه ايه. وهنعمل جنبه شوية رز بسمتي، وممكن تعملي برضو رز ابيض، ممكن تعملي جنبه محاشي بقى، اي حاجه في عزوماتك. خلاص كده انا نضفت وشيلت كل اللي عليه. تعالوا بقى معايا ايه، حوالي 7 فصوص توم كده. انا مش هحط التوم ده كله، بس بوريكم ان انا احط فيه توم. همسك بسكينه كده يكون حاميه وسنها رفيع. بتروحي جايه غرزه كده في قلب العرق بتاع اللحمه، وتروحي مدخله فص التوم زي ما انا شايفاه، وبتزقيه بايديكي. الموضوع سهل وبسيط ومش معقد خالص، وجربي كده وان شاء الله النتيجه تطلع معاكي مبهره. بصوا اهو. مكان السكينه كده بروح فاتحه بصبعي، وبروح مدخله فص الثوم. لو مش حابه تحطي توم تمام خالص، ما تحطيش على فكره. هعمله معاكم النهارده من غير ما نربطه، واعمله زي ما هو كده. و... وما تقلقيش لو مش بتعرفي تربطيه، اعمليه زي ما انا هعمله كده ويبقى معاكي زي الفل. انا على طول بعمله من غير ما اربط ومن غير اي حاجه خالص. بس كده خلاص. بعد ما حطيت بقى فيه فصوص الثوم، معايا الصينيه بتاعتي كده، وهنبدأ بقى نضيف له البهارات او التوابل بتاعتنا. معايا مرق دجاج اللي هو مكعب، ممكن تبقى فورية، ممكن تكون مكعب وتعملي وتفرميه بايديكي. معايا ملح، معايا بابريكا، معايا فلفل اسمر، معايا كمون. حابه تضيفي اكتر من كده توابل ضيفي، الموجود عندي في مطبخي حطيته. قلبت كل التوابل الحلوه دي كلها مع بعضيها كده. وبعد كده همسك العرق بقى كده، هدعكه بيها عشان يتشبع ويتشرب من التوابل دي. خلاص. بعد ما دعكته كده وخليته زي الفل ما شاء الله، زي ما انتم شايفين معايا، معلقتين سمنه كده حلوين بلدي، او لو عندك مكعب زبده وحبه زيت تمام زي الفل. بس هقلبه بقى على الجنب التاني، وهبدا ارفعه على النار. هقيد بقى النار، واول ما يتشمع كده وياخد تشويحه بسيطه، هقلبه على الجنب التاني. بس هضيف له ايه تاني. اهو بصوا قلبته ما شاء الله. بصوا ريحته يا بنات والله العظيم جميل. ريحه التوابل حلوه جدا جدا. هضيف بقى بصلايه، هضيف جزرايه، يعني دول بالظبط بصلتين وسط صغيرين، وجزرايه متقطعه، وطماطميه واحده. حابه بقى تضيفي اي خضار تاني تمام زي الفل، بس انا بضيف كده بس جزرايه وبصلايه وطماطمايه. هبدأ بقى كل ما كده ما يتشوح اقلبه على الجنب التاني، واقلب برضو الخضار معاه. بس اخد لون معايا كده وبقى ما شاء الله زي الفل. برضو قلبي الخضار كده عشان ياخد تشويحه معاه، بيطلع ريحته بقى كده. مش قادره اقول لكم، لو انتوا معايا تشموا الريحه خطيره يا بنات. بس كده ما شاء الله اتقلب بقى زي الفل. اول بقى ما ياخد لون حلو جميل زي ما انتوا شايفينه معايا، هنزل عليه بكوبايه من الميه، المج الموجود في كل بيت. اول ما احط الميه وياخد غلو على النار، هبدا اطفي النار وابدا بقى ايه، ندخل الخطوه التانية ان احنا هندخله الفرن. بس كده معايا زي الفل اهو. ضفت كوبايه الميه، وهقلب برضه. اقلب بقى الخضار كده معاه غلوه واحده بالظبط على النار، وبعد كده هطفي النار. بس هبدا بقى اغطيه بورقه زبده الاول، لان ما ينفعش اغطيه مباشر بورق الفويل. ورقه زبده الاول، وبعد كده هحط ورقه الفويل بوريهولكوا. بس هحط بقى ورقه الفويل. طبعا انا مسخنه الفرن بتاعي، هدخله على الصاجه مش هحط على الشبكه. خلاص. بس كده هدخله بقى الفرن على على الصاجه. وبعد نص ساعه او ساعه الا ربع، هبدا افتح الورقه دي وابص عليه. اول بقى ما هيستوي هوريهولكوا برضو، وهمشي معاكم خطوه بخطوه. يعني بعد نص ساعه او ساعه الا ربع هتبصي تشوفي الميه نشفت منه ولا لا.
بس بص بقى بعد ساعة او ساعة الا ربع يا بنات، ما شاء الله استوى معايا وبقى زي الفل، بقى زبدة. هبدأ اشيله بقى واحطه في صينية كده علشان اديله وش على الشوايه. ما كانش محتاج بجد انه يدخل على الشوايه، بس انا حبيت ان انا احطه على الشوايه. حلو قوي كده زي الفل. شايفين الصوص اللي طلع منه ده؟ انا هوريلكم هعمل بيه ايه بعدين. بس بعد ما دخلته وخرج من على الشوايه اخد اللون زي ما كده، هنسيبه يبرد. وتعالوا بقى عشان ما ينفعش يتخرط سخن، تعالوا نعمل بقى حبه رز مبهرين. معايا معلقه سمنه وحبه زيت نزلت عليهم بليمونه مجففه اللي هو اللومي، وخمس فصوص حبان او 3 فصوص، وخمس فصوص اللهم صل على سيدنا محمد قرنفل، ومعايا ورقتين لورا، ومعايا عود قرفة سيجار. وخليتهم ياخدوا تحميصة كده على النار مع السمنة بالزيت. وبعد كده نزلت عليهم بجزرية مبشورة، وهفضل اقلب تقلبتين 3 كده. هنزل بمعلقة من الصلصة اللي هي معجون الطماطم. هقلب بقى كده علشان الصلصة المادة الحافظة اللي فيها تطلع. هقلبها برضو تقلبتين 3. وبعد كده هنزل يا بنات بمعلقة كبيرة من توابل اللي هي الكبسة او بهارات الكبسة. احط شويه كمان، واحط معلقه صغيره من اللهم صل على النبي، انا مش مركزه خالص. معلقه صغيره من الكركم. بجد يعني سامحوني، انا والله ابني تعبان عشان كده انا كنت متاخره عليكم في التصوير. عفوا. تعبان تعبان بجد والله. فالحمد لله على كل حال. دعوه منكم بقى كده في الايام المفترجه دي، ربنا يشفي ويشفي كل مريض وينجح اولادنا، اللهم امين يا رب العالمين. كده خلاص بقى نزلت. كان معايا نص كيلو من الرز البسمتي. انا نقعاه، واما بنقع الرز البسمتي يا بنات بنقعه في ميه وبحط له معلقه خل. معلقه الخل ليه؟ بتطري حبايه الرز معاكي وبتنزل كل النشويات اللي في الرز. خلاص بعد ما بتنقعيه بمعلقه الخل بتغسليه غسل 3 4 مرات على الحنفيه كده كويس وتصفيه. وبس كده. طبعا انا نزلت بالرز وحطيت اللهم صل على النبي مكعب مرق. لو عندكيش شوربه ممكن ما تستغني عن مكعب المرق، لو عندك اقصد شوربه هتستغني عن مكعب المرق. ما عندكيش هتحطي مكعب مرق وميه سخنه من الكاتل. وضفت الملح وبس وخلاص كده. اول ما يغلي غلوه حلوه كده بعد كده بهدي عليه النار. بيتشرب على نار هاديه زيه زي الرز المصري عادي خالص. بس كده. تعالوا بقى نشوف الرز بتاعنا بعد ما اتشرب ما شاء الله. بصوا ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ بصوا الرز متشرب معايا وجميل يا بنات، مفلفل كده وحاجة زي الفل. شوية كده وبعد كده هطفي عليه النار. وما شاء الله انا هديت النار برضو زيادة اهو. تعالوا بقى نقطع العرق بتاع اللحمة، سيبناه بعد ما برد. تعالوا بقى نقطعه مع بعض. طبعا لازم تقطعيه بسكين حامي، وما شاء الله السكاكين اللي عندي كلها عايزة تتسن. السكاكين وحشة جدا جدا. شايفين الجمال؟ لو وصلتوا معايا بفيديو لغاية هنا ما تنسوش تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب للقناة. بحبكم في الله يا أحلى اخوات في الدنيا كلها. حابة بقى تقطعي رقيق عن كده سميك عن كده براحتك خالص. وكده كنت غرفت الرز وخلاص كده الفيديو بتاعنا خلص. يا رب يكون بتطلعوا من فيديوهاتي مستفيدين. بحبكم في الله يا أحلى اخوات في الدنيا كلها. الرز يا بنات تحفة. اللحمه حته لحمه بجد خطيره. ده الصوص اللي انا قلت لكم عليه، اللي هي البصلايه والطماطميه والجزرايه اللي كنت حطاهم مع اللحمه. اول ما العرق استوى شلتهم ضربتهم في الخلاط وبس كده. سلام عليكم.